بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هو العيش بلحمه او الحواوشي الاسكندراني اهوت بعد ما استوى. ان شاء الله يعجبكم، جربوه هيعجبكم، وطريقته سهله وبسيطه خالص اهوت بعد ما استوى اهوت ومتحمر وجميل واللحمه مستويه فيه وجميل خالص اهو. اهو اهو وطعمه في منتهى الجمال. معايا بقى خميره، عايزه خميره فوريه او خميره عاديه زي دي عشان دي صحيه. حط عليها 3 معالق سكر، شو لبن دافي يعني اهوت. حط عليها 3 4 معالق دقيق ونركنها 10 دقايق كده في ريحي، تلاقيها خمرت زي ما شفتها قدامكم كده. هتحطها بقى على العجينه على طول اهوت. معايا بقى زبادي، انت عايزه تحطي زبادي حطي، عايزه تحطي لبن حطي، المتوفر عندك اعملي بيه. عايزه تحطي ميه بس حطي. حطيت ملح على اهوت، معلقه ونص ملح عشان معايا 2 كيلو دقيق في الزبادي اهوت. تعجني بقى كده، تضربي الدقيق مع الزبادي مع الخميره اللي احنا حطيناها اهيت. حطيت لبن بقى، بتكملي عجينه بلبن. انت عايزه لو بميه عجينه هيمشي معاكي اهو. معايا بقى هنا يعني قشطه. الحاجات دي متوفره عندي، مش متوفره عندك انت اللي متوفر عندك اعملي بيه. عندك اعملي سمنه، اعملي بزيت، اعملي بخميره فوريه، خميره عاديه صحيه دهيت. اللي انت عايزه تعمليه بيه كله اعملي، المتوفر عندك اعملي بيه. مش لازم متلتزميش بالحاجات اللي متوفره عندي انا ده. فبنعجن بقى كده اهوت. عندك لبراي بعمل بيه، خض اعمل بيه. معايا ده هو الزعتر، بتحط على العجاين كلها، بيتزا، قرص، عيش بلحمه. ده زعتر احنا زارعينه عندنا في البيت، هنبقى نعمل فيديو ونوريه لكم شكله ايه، يعني الزرع بتاعه شكله ايه. شكله ايه. وحطيت السمسم اهوت. العجينه دي بنعمل منها، ممكن تعملي منها كذا نوع من العجاين. هنعمل معاكم النهارده منها بيتزا وقرص وعيش بلحمه والحواوشي الاسكندراني. يعني العجينه دي تعملي منها حاجات كتيره. العجينه طلعت معايا عايزه شويه سمنه، يعني حطيت لها معلقتين سمنه او 3 عشان القشطه ما كفتش، ما حطيتش ايدام خالص غير القشطه. فبنكمل بسمنه. انت عايزه تعجني بزيت اعجني، اللي متوفر عندك اعجني بيه. والعجينه بتبقى يابسه مش طريه، زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده، يابسه مش طريه. هنحطها بقى تخمر نص ساعه، احنا في الصيف مش هتاخد وقت معايا. هنغطيها بمشمع وبقماشه، يعني خمرت معايا اهيت. نجيبها نقطعها اهو. انت بقى عايزه تعملي برضو كبير زي انت شفتيه قدامك ده، وتعمليه عايزه تعمليه صغير ميني، يعني اعملي صغري القطعيه اللي بنقطعها ديت. هي قطعتها بقى كلها كده عشان هنعمل منها زي ما قلت لكم بيتزا وقرص والحواوشي الاسكندراني ده او العيش بلحمه. احنا عندنا هنا في البحيره بنسموه العيش بلحمه اهو. وسهل خالص. انا قطعت بقى العجينه كلها. هناخد بقى نفرد اهوت. تفردي. معلش الفيديو طويل عليكم شويه، والله انا حاسفه منه كتير عشان ما يطولش عليكم، بس هو طويل برضو معلش اهو. تفردي بقى العجينه لما تخمر معاكي، تفردي من اول ما قطعتي عشان تكون ارتفعت وتفرد معاكي على طول. انا كده بنعمل البيتزا اهوت، بنفرد للبيتزا اهيت. انا عامله معاكم البيتزا كذا مره قبل كده، بس بنوريكم العجينه دي بنعملها كذا كذا عجاين يعني اهيت. بيتزا اهو. تفردي كده عشان هو مرتفع، بيفرد معاكي على طول اه. دي عجله عشان الصينيه فيها فاضي، مش هندخلها الفرن فيها فاضي. بنقسم القرصيه 2 عجينه يعني ونحطها زي ما انتوا شايفين كده اهي. بقى صح بنوريكم البيتزا اهوت اللي انا عملتها من نفس العجينه، وتعملي منها قرص برضو. والحواوشي او العيش بلحمه اهو. عجينه واحده تعملي منها كذا نوع من من المخبوزات يعني اهو. عملت 3 انواع منها من المخبوزات، بيتزا، عيش بلحمه، قرص. سهله وبسيطه خالص ويعني لو عايزه تعمليها بميه زي ما قلت لك اعملي بلبن، اعملي بزيت، اعملي عندك قشطه، اعملي عندك سمنه، اعملي اللي انت عايزه تعملي. معايا بقى جبنه موتزاريلا، وحطيت فلفل اخضر وزيتون. معايا بقى الخلطه بتاعت الحواوشي. كميه من البصل اهي. كان معايا كيلو لحمه يبقى عليه نص كيلو ايه بصل، وايه وربع كيلو طماطم، وقرنين 3 فلفل اخضر زي ما انتم شايفين، او فلفل الوان لو عندك الوان حطي. يبقى الكيلو اللحمه عليه نص كيلو بصل بالميزانة قبل ما تقشريه يعني. عليه ربع طماطم. عليه 3 4 قرون فلفل اخضر او فلفل الوان. حط تبلته زي ما شفتوها قدامكم كده، تبليه بالملح بس، واركنيه ساعتين 3 عندك. واخر بقى هتصفي الميه بتاعته، تصفيها كده منه الميه اهي.
تحطيش التوابل غير بعدين بعد ما تصفي الميه، عشان التوابل متنزلش في الميه. الميه دي انا مش هنرميها، انا هنحط عليها خل وحد عندنا هيشربها يعني، دي ميه السلطه. معايا بقى اللحمه اهيت. اللحمه لازم تكون ملبسه بدهن عشان تخلي اللحمه معاكي طريه في العيش. ومعايا بقى بهارات، ما تحطيش عليها غير بهارات لحمه وفلفل اسمر بس. ده العيش، ده البهارات اللي بتاعت الحواوشي اهو، او العيش بلحمه. فلفل اسمر وبهارات لحمه ونص حزمه بقدونس. يبقى كيلو اللحمه تحط عليه ربع دهنه، ربع طماطم، نص بصل، 3 4 قرون فلفل الوان او فلفل اخضر. والبصل ما تضربوش في الحاجات دي، ما تضربهاش في الكب عشان هتخلي اللحمه ماسكه معاكي في الرغيف يعني في الحواوشي. لكن لو قطعتها زي ما قطعتها كده هتخلي اللحمه مفرفره وحلوه معاكي، لكن هيضربها في الكب هتبقى مطحونه جامد، وهتبقى ماسكه ببعضها كده وملزقه ببعضها جامد في العيش. لما تقطعها كده هتخلي اللحمه مفرفره معاكي ومش ماسكه ببعضيها. وانا الطماطم طلعت قطعتها معايا كبيره شويه، معلش. الطماطم قطعتها طلعت معايا كبيره شويه. بتفردي عيش بقى وتحطي رقه تحت، رقه عيش، رغيف عيش، تحط عليه اللحمه وتلف كده. تجيبي تجيبي واخده رغيف تاني برضو فرداه وتحطيه فوق. وانت بتلفي تجيبي الطرف اللي تحت على الطرف اللي فوق، طرف الرغيف اللي تحت على طرف الرغيف اللي فوق. هنوريهاكم تاني دلوقتي اهيت. تفردي عيش رغيف اهوت، تحطي اللحمه بقى زي ما انت عايزه يعني. انا الكيلو عمل معايا 4 ترغيفه زي انت ما شفتوه كده. انتي بعد تزودي تقللي كمية اللحمة في العيش، قللي بس. هو على طول رغيف العيش ربع كيلو لحمة بالخلطة بتاعته اهيت. فردت رغيف، تحط الرغيف التاني عليه اهوت، تغطي كده اللحمة اهو. تجيبي الطرف اهو اللي تحت على الطرف اللي فوق اهو، شايفين اهو. الطرف اللي عشان يمسك معاك. تيجي مبططاه وتقلبيه. اما تحطيه في الصينيه تقلبيه على وشه زي ما انتوا شايفينه كده. تحطيه اهو عشان يبقى مساوي من فوق كده زي ما انتوا شايفين كده. انا غلطت وحطيت واحد على وشه، طلع مش كويس معايا. يبقى تحطيه على الايه، على ظهره، يبقى ظهره هو اللي فوق. شايفين ده اهو، ده بقى حطيته على وشه مش كويس. شايفوا سطحه مش مساوي ازاي اهو. وتخرمي فيه خرم في الوسط كده عشان ما يتنفخش معاك. معايا بقى صفار بيضايه، وعليه شويه سمنه سايلين وحته قشطه. حتى حته قشطه وسمنه بلدي وايه. وتكتتيني بقى الوش في ده اللي حطيته على وشه. لكن لازم تقلبيه تخلي ظهره هو اللي فوق وشه اللي تحت. لما تقفليه مع بعض بتتيني بقى كده الوش بالبيضه، بصفار البيضه وحته القشطه والسمنه، وتضربهم في بعض. تتيني الوش كده عشان يحمروا زي ما شفتوه قدامكم كده. ومعايا حبه البركه وسمسم، بترشيه على وشه كده اهوت. دي يعني، ده يعني عندي اختياري. عايزه تعملي المرحله دي تعمليها لحبه البركه والسمسم يعني، مش عايزه براحتك. خليه ساده مش مشكله اهو. تضغطي عليها كده عشان تمسك فيه اهوت. بعد ما استوى، شايفين البيض اللي مخليه احمر كده والسمنه والحته القشطايه اهو. بعد ما استوت طعمه وريحه كان مالي ريحته ماليه الشقه صراحه والله يعني. ريحته كانت خرافه في الشقه اهي. وبعد ما استوى اهوت. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا اعجاب واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. معايا هي البيتزا بعد ما استوت، ومعايا القرص اهوت. قرص طريه خالص اهيت اهي. شايفين القرص اهي. ودي البيتزا زي ما قلت لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.